السلام عليكم الاخوان، بخير كلشي مزيان، تنتمنى كلشي يكون بخير. المهم الانسان البنادم اللي مولوع بالتجاره، كاين شي دراري هنا مبتدئين تبارك الله راه مولوعين بالتجاره. اول حاجه اللي ننصحهم خذ هذه النصائح بعين الاعتبار، هو ديما قلب على البلاصه على المكان. ديما البلاصه راه مهمه، كل ما كان الموقع كل ما كان مزيان. ماشي انك تمشي تكري في شي بلاصه شعبيه وتبدا تزوق وتبدا كذا، فهمتي؟ هذا خصك ديرو. راه كاين البلايص اللي مهم خصك تزوق فيها، وكاين البلايص اللي خصها تكون داكشي اللي بغيتي تخسرو في داك التزواق وفي كذا اللهم سير ديرو سلعه. انا ننصحك ديما المكان، ديما لوكال، ديما الحيوطه يكونوا في شي موقع، وديما جيب ديك السلعه اللي تتناسب دوك الناس اللي كاينين في ديك البلاصه. دابا راه كل بلاصه راه عندها الكليان ديالها واشنو تيبغيو فيها. راه ماشي والله الا هاد القضيه راه بالتجريب. هاد النصيحه راه خذها بالاعتبار خويا المبتدئ. ديما البلاصه عندها السلعه ديالها، وجرب هذا الشيء راه غادي تجربها. ما تقولش مثلا هذه السلعه اللي غتخدم هنا غتخدم بلاصه اخرى، ما يمكنش. مثلا هنا في البرانس، هنا البلاصه اللي اللي فيها الناس كذا، الناس اللي ميستين وكذا راه تيجيبوا سلعه غاليه، حتى الا كانت كذا في الجوده، حيت في الجوده تيطلبوا الثمن فيها. وهنا مثلا بلاصه شعبيه الا جبتي شي جوده ولا شي حاجه واعره راه ما غاديش كاينش اللي يشريها من عندك. حيت البلاصه الشعبيه ديما تيلعبوا على الثمن، ديما تجيب الثمن، ديما يكون الثمن رخيص. بمعنى انك قلب على الهوته، قلب على شي هوته تكون رخيصه باش تبيعها الناس اللي بغاوها على حساب الرخا. كاين اللي تيهمو غير الرخا، مثلا هي كابل شريه انت ب 6 دراهم ولا 7 دراهم 8 دراهم، خصك تبيعو لهم ب 10 دراهم. حيت بلاصه شعبيه تتبغي ديما النقص ديال الثمن. قضيه اخرى بالنسبه لك انت دير شي حرفه، خصوصا انت بقالت ولا شي مجال، هاد الحرفه ديال التليفونات راه ماشي مشكل تبدا فيها كاع حتى ديك 10 11 كذا، ماشي مشكل. يعني انك تحل في الصباح وتسد بالليل، ماشي تحل على كانتك وتسد على كانتك. هاد القضيه راه تتعرف لك الكليان، خصوصا الا كنتي دير هاد الشيء، المسائل اليوميه التجاره، هاد الشيء المواد الاساسيه وكذا. ديما سد بلوقيته وحل بلوقيته، وما تحلش على كانتك وتسد بالكانه ديالك. هاد القضيه راه حيده منك. هذا الا كنتي دير بحالنا حنا مثلا، عندك هاد المحلات التليفونات حنا مثلا تيحلوا حتى ل 11 ل 12، مثلا تسد مع الثلاثه تسارح ديك 3 السوايع تخدم فيها شي خدمه، عندك شي سوفت وير ولا شي حاجه، خصوصا السوفت وير الفلاش وكذا تديه. يكون عندك ديما البيسي في الدار تخدموا في ديك 3 السوايع، تسارح تشرب كاس تاتاي ولا كذا ولا تغدى المسائل، وديما تصلي العصر، من ورا العصر بشي ساعه خصك تحل. ولكن غادي تبقى مثلا حتى ل 11 ولا 12 الليل. هادي الا كان في شي بلاصه، المهم حنا كل ما سهرتي ل 12 الليل وحدة الليل ماشي مشكل، حيت ما تفيقش بكري. عكس مول تا مول الحانوت مثلا راه تيجيب ليا تيبقاو حتى لوحدة الليل. المهم بالنسبه لينا حنا هاد الناس تتكون الوقيته مرتاح، حيت فهمتي، حيت دابا ماشي بحال المواد الاساسيه. حنا دابا مواد ماشي اساسيه، المهم ولكن مخدره كما تنقولوا. بنادم ما تيصبر، خصك الا جا تصاوب ليه خصك توقف تصاوب ليه شغل وتمدو ليه، هو ما يصبرش عليك، ماشي بحال. المهم ما تحلش على الكانه وتسد على الكانه، هذه النصيحه وياك. حيت ممكن انك تحل شي صباح وما تسفالش، وتقول لا نحل غير العشيه، لا ما نحلش الصباح ولا شي حاجه. لا، هذه القضيه حيدها منك. اذا تقدر ديك الوقيته انت اللي بغيتي تسد فيها، يقدر الله يجيب لك واحد الرزق اللي يغنيك على النهار كله. والله الا تيجيو بهاد المرة شي ميزات كذا تخدمهم بخير وعلى خير، ولا تبيع وتشري فيهم. مثلا تيكون هذاك ساد كذاك، فهمتي؟ دابا هادشي راه بحال المسابقه، واحد حل الاخر تيبيع. ديما فهمتي كيما تنقولوا بحال الميزان، ديما واحد ساد الاخر تيبيع، لا انت سديتي الاخر غادي يبيع، والرزاق ديما على الله تعالى. المهم ما تقولش راه ما تسفاش ولا شي حاجه نعود نحل على العشيه ولا كذا، هادي لا، هادي حيدها منك، ما نقبلهاش وما يقبلهاش شي واحد اللي كان مبني بالتجاره. هادو المبتدئين، الناس المبتدئه هما الناس اللي عندها الخبره، راه من راه عارفه شنو تدير وعارفه الكلام اللي تنهضر فيه. وواحد القضيه مثلا السلعه ما تبقاش تلا واحد التستيفه وحده، انت تبقى ديما على ديك التستيفه، مثلا في واحد التستيفه وحده ديما عاود قلب، ديما السلعه اللي الفوق ردها لتحت واللي لتحت ديرها الوسط، باش بنادم يدي عليك الكليان. ديما الحركه ديما الحركه في المحل، ما تبقاش مثلا قاعد وحاضر راسك وتضرب في التليفون هكا، لا، ديما الحركه راه زينه. نستف السلعه كذا، المسائل هذيك اللي كانت في القد نردها لقدام، اللي كانت لقدام نديرها هنا ونبيع ونيسر. هاد الامور راه مزيانه ضروريه في المحل، هذه ضروريه. ويا المبتدئ، تنعاود نكرر، هادو الناس المبتدئه
واحد القضيه. الكليان اللي جا الاول حاول انك تسفل معه، واخا تبيع ليه براس مالو ماشي مشكل، هي حاول تسفل في ذاك الصباح التسفاله. هاد القضيه واخا ما متفقينش معايا شي بعضين ولا ممكن، المهم الا تسفلتي في الصباح راه مو مزيان. وياك تلق شي حاجه وانت يلاه حليتي. ديما تسفل باش ما الله الله يجعلو التسفال غير ب5 دراهم، المهم ذاك النهار تسفال به باش يطلع النهار. وسبحان الله العظيم واش والله راه تيرزق حنايا تنديرو السبب، والله راه هو الرزاق غير التسفال. كل ما تسفاليتي في ذاك الصباح ولا فاش يلاه حليتي كان مزيان، كان افضل. المهم بيع، واخا تبيع ديك البياسه براس مال كما تنقولوا مزيانه. المهم تسفال ودور الحركه ونوض ودور وكذا، ما تبقاش انت مقرد تما في الكورتي ولا كذا. ديما الحركه وهضر هنا وهضر لهيه، وديما حيت الكليان، وديما الا جا عندك الكليان ديما ديرو بحالو بحال الملك، حيت الكليان ديما مالك. الكليان عندك ديما راه ما جا يشري عندك حتى اما مثلا كان ملاط ولا شي حاجه ولا يثيق فيك. حيت الاغلبيه لما اذا فهمتي دابا حتى تكون الثقه، واحد الثقه تتكون بينك وبين الكليان، هذه خصك تربيها وتكون مزيانه هذه. اما الملاوطين وداك الشيء راه ولا بدا، تقدر داك الملاط يولي عندك كليان كذا غير بنتي ليه بغى شي حاجه تصادف معاك شرا من عندك، تقدر تتعامل معاه معامله زوينه، تهضر معاه هضره زوينه، تصاوب معاه في الثمن يعاود يجي عندك. وديما وياك الغش تيسال المعقول ثم المعقول ثم المعقول. انا ماشي تنقول الانسان راه انسان تيبقى غير انسان، ضروري تيغلط. هو حاول انك تروم من المعقول، ما داك الشيء ديال التخربيق ولا الغش هذا ولا كذا ولا المسائل ما خدامش نهائيا. وكاينين دوك صحاب فابور مثلا تيجيو عندك، مثلا عندي انا صحاب الواد تيجيو الا كنت مسالي راه نصاوب ليهم. تيقول لك مثلا الواتساب مال هذا، مال هذا الكونيكسيون، مال هذا الفيسبوك، حيت هذوك تتكون خدمه السوفتوير. انا باش نبقى نصاوب الفيسبوك ونصاوب الواتساب ونصاوب هذا غادي نبقى بلا خدمه. ولا جيتي بغيت تقول ليه مثلا خلصني مثلا بغيت تصاوب ليه الفيسبوك ولا كذا، راه ما جاتك يقول لك راه فابور. وانت مثلا الا كنتي هادشي باش نقول لك الحركه زوينه. الا كنتي قاعد ما عندك ما يدار، جا عندك شي كليان هي شي حاجه بسيطه، راه ضروري غادي تصاوب فابور، غادي تصاوب فابور. حاول انك تصلح ليه شي كذا، تيسول شي سؤالات. كاين اللي بعض المرات تيسول شي سؤالات صعاب شويه، يقول لك مال الفيسبوك كذا مبلوكي كذا، داك تيكون المشكل داك الشيء في الفيسبوك، ما عندكش ليه انت الحل. يعني تكون كنتي انت تعرف هذا الشيء تحيد البلوكاج وكذا، راه نيت هذيك الثغره راه تبيع نيت الفيسبوك راه تيبيعوا الثغرات. الا كان شي ثغره راه يخلصك فيها، كاع ما يشوفك هنا، كاع ما تشوفني هداك هنا كاع ولا نشوفو، غادي تخلص فيها مزيان. ولكن داك الشيء صعيب، داك الشيء ديال الشركه، حيت هذيك شركه ماشي لعب ديال الدراري. وديما دير واحد القضيه، ديما ديال الصوت، ديما الصوت وبيع. كاين اللي يقول لك راه انا قابس يبيع باش اللي بغى وتيربح. مع المده ملي تحصل فيه ديك السلعه تيولي لا اله الا الله. ديما ديال الصوت ويسر والرزاق الله، ديما الله راه عارف ان الرزاق بيد الله. ديما دو الصوت ويسر مع الناس وكذا. اللي مسكين اللي شتيه ما عندوش ولا كذا كذا يسر معاه باش ما واخا بالخساره والله راه تيخلف لك. حيت واحد تيخلص على واحد، ممكن ان ديك البياسه تبيعها لواحد زايد في الثمن، ممكن انك واحد طيح ليه في الثمن. وهذا الشيء راه في المعاونه على حساب النيه. ديما يسر ديما يسر، وديما في كل بيعه صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ديما هادي ديرها في بالك، ديما والصلاه ديالك في وقيتها، وصلي والصلاه ديما دعي الله. وحاول ان التجاره ديالك تكون صافيه. كون ما صفيتي كون ما كان بخير وعلى خير. ديما هاد النصيحه ديال الناس المبتدئين، ديما صفي تشرب كما تيقولوا. والنصيحه اللي جايه دابا هي ان كل واحد تيتمنى انه يتوظف وانه يخدم والصالير يكون طالع منه مزيان، وانه باش يعيش المهم يدخل الفلوس ديما، سواء وظيفه سواء كذا. هي التجاره، ننصح الناس المبتدئين ديما التجاره راه ما كاينش ما احسن منها. ديما الناس اللي كذا ديال التجاره راه الله والله الا التجاره الا ما كاينش ما احسن منها. ديما التجاره راه احسن حاجه، راه التجاره خير من الاجاره. كنتي موظف ولا كذا، حاول انك دير شي تجاره من ورا ديك، ما ديرش هي الوظيفه بوحدها، حيت الوظيفه ديالك ما كافياش. وديما يكون عندك راس المال، حيت راس المال اغلبيه دابا فاش نسمعوا راس المال ديما تنحصروها في الفلوس تكون كثيره ولا. راه راس المال هو عقلك، هو التفكير ديالك، شتي الفكر ديالك كيفاش تكون تتفكر، هذاك هو راس المال. واخا غير بشويه الفلوس الله تدير لاباس، دير بخير وعلى خير. غير شويه الفلوس الله تدير لاباس. راس المال ماشي هو عقلك، ديما عول على عقلك. وضروري غادي يكون الفلوس هو براس المال بشويه بشويه.
حيت دابا الا كنت كان عندك واحد راس المال بشويه تتي عليه وتتكبرو وكذا، فهمتي، بالعقل ديالك وبالتفكير ديما فكر وديما جدد. شوف دابا هي التجربه ديال مثلا دوك صحاب جوجل، داك اللي قبال من فيه جوجل المول الفيسبوك، كي كان والو هاك راه هي كراج وكذا ودار بيسي، ولا شوف كي ولا دابا ما عنده لا راس المال لا والو. غير انا نتحداكم الملياردير اللي بداو اللي كاينين دابا، هذاك مول الفيسبوك، مول الفيسبوك اشنا هو؟ راه هي سيت داروا بينه وبين صحابو بيتصلوا كذا كذا. سيروا قراو ديال مول الفيسبوك مارك ديال القصه ديال مول الفيسبوك، شوف العيشه ديالو كي دايره، تيعيش عادي، تيلبس عادي، تيعيش عادي. اش كان عنده هذا مارك هذا مول الفيسبوك باش بدا براس المال؟ راه غير سيت داروا هي بينه وبين صحابو. شوف دابا تبارك الله شحال ولا. كان تيك الوقت كان كانت كاع كان قاضي الميسانجر اللي يعقل الدراري القدام راه غادي يعقلوا على الميسانجر، داك اللي شاد الخضر شاد في الزرق وتيبقاو يدوروا، هذاك هو اللي كان شاد السوق. دابا ها هو مات. دابا التفكير، دابا شكون اللي تيغلب؟ ماشي راس المال، هو التفكير. ديما بنادم تيفكر واحد الفكره حتى تتنجح. راه كان الياهو دابا ما بقاتش شكون اللي شاد دابا السوق؟ هو الفيسبوك وانستغرام وهذا الشيء. اش كان؟ راه ما كان عندهم والو. سيروا سولوه على مول جوجل، كان كاري كراج، تا ولا دابا الحمد لله بخير. شوف من الملايير راه بزاف ولا تيحكم كلشي، هو حاكم العالم ومول الويندوز ومول كذا. هادشي باش ديما بنادم، هذاك الشيء نقول للمبتدئين انه ديما التكنولوجيا دابا راه هي المستقبل. ديما التكنولوجيا راه هي كلشي. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه مرحبا، السلام عليكم. هاكم مول التليفونات والرقم ديما 0664 002 17 85. الله يستر، الله يستر الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.